استاذه ايناس اتفضل. مساء الخير على حضراتكم. انا اسمي ايناس الديب، فنانه تشكيليه ومهتمه بالحضاره المصريه والفن المصري القديم بشكل خاص. طبعا احنا النهارده بنقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه السنه المصريه الجديده 6267 مصريه. طبعا احنا مش بس عايزين نخلي التقويم بتاعنا بس هو اللي يظهر، ده احنا كمان عايزين التراث بتاعنا، تراثنا اللي بيتلاشى. مش بس التراث في العادات والتقاليد، لا، التراث في اللبس، التراث في الاكل، التراث في الكلام كمان، حتى كلامنا تراث. احنا لغتنا المصريه اسمها الميدونيتر، يعني لغه الاله. قدمائنا المصريين كانوا بيعشقوا مصر لدرجه انهم خلوها، يعني سموها حتى ارض الاله، مصر اللي خدنا منها دلوقتي كلمه مصر، بعيدا طبعا عن اللي بيقعد يقول لك مصر على اسم مش عارف مصرايم والكلام ده، مفيش الكلام ده، احنا اسمنا مصر والاسم الحديث هو مصر. بالنسبه بقى انا هتكلم عن الازياء والفن. لازم يا جماعه تكونوا عارفين ان احنا الفن المصري هو اول فن في التاريخ. احنا اللي اخترعنا الازياء، احنا اللي اخترعنا الالوان، احنا اللي اخترعنا الموسيقى، احنا اللي اخترعنا الاكل، الاكلات المتنوعه احنا اللي عملناها. فحتى يعني بتمنى ان الناس تحاول انها تظهر التراث المصري في كل حاجه في حياتها، مش بس في اللبس المصري بس، لا، حتى في الكلام. لازم نعتز بكلامنا المصري، لهوتنا ولهجتنا المصريه، اللهجه الصعيدي واللهجه الفلاحي واللهجه المصريه العاديه، مش هقول العاميه، لان بحس ان كلمه عاميه دي كلمه فيها تقليل من الكلام المصري القديم بتاعنا. لا، احنا لهجتنا اسمها المصريه، بعيدا عن اي لغه تانية. وزي ما احنا شايفين برضو كان في ناس بتهجم علينا بسبب الكلام ويقول لك المصريين ما بيعرفوش يتكلموا ومش عارف فصحى ومش عارف ايه. حبيبي دي مش لغتنا عشان خاطر نتقنها، احنا لغتنا مصريه. احمد ربنا ان احنا بنكلمكم بالفصحى اساسا، يعني سوري، يعني بالنسبه للكلام ده لازم نكون عارفين ان احنا الاعتزاز باللغه هو برضو اعتزاز بالهويه. نظهر هويتنا كمان برضو في اللبس، مش لازم نلبس لبس ملوك ولا البس تاج ولا البس مش عارف مش حاجات اللي هي بتبقى ظاهره قوي، لا، خلينا نلبس حاجات تبقى باينه برضو ان هي مصري. يا جماعه الفساتين مصريه، الفساتين دي مصريه، احنا اللي اخترعنا حاجه اسمها فستان، واسمه فستان من ايام قدمائنا المصريين. احنا اللي اخترعنا الاكسسوارز، اخترعنا كل حاجه، حتى رسمه العين، حتى الميك اب اللي احنا بنحطوه ده اختراع مصري. فدي حاجات احنا لازم نعتز بيها ايا كان احنا هنعملوه، تمام، لازم نعتز بيه. كل حاجه في العالم بدايتها كانت مصر، اللبس، الازياء بدايته مصر، الميك اب اللي احنا بنحطوه ده بدايته مصر، الشعر اللي احنا بنعملوه ده باشكال كويسه، حتى القصه، عارفين القصه اللي احنا بنعملوها دي اصلها مصر برضه. رسمه العين دي طبعا معروف ان هي اصلها مصر، كل حاجه اصلها. الموسيقى بتاعتنا دي اصلها مصر، الطبلة والدف والسمسميه والهارب والحاجات دي كلها. حتى الموسيقى الجديده، الالات الجديده هي كمان برضو الات مصريه لكن محدثه. اللي بقى دلوقتي يقول لك بقت موسيقى غربي، مش حاجه اسمها غربي. الغرب دول جم عندنا شافوا احنا بنعمله ايه وقلدونا. ده حتى قال لك ايه، ارسطو قال ايه، قال ما من علم اتخذناه الا من مصر. كل حاجه اتعملت في العالم كان اساسها مصر، كل حاجه تدور عليها في الدنيا هتلاقي اساسها مصر. احنا بالظبط مسروقه من مصر، مسروقه ومعدل عليها. فلازم يا جماعه نعتز بهويتنا ونعتز بتراثنا وتاريخنا وحضارتنا، لازم نعتز بيهم. سيبكوا بقى من الناس اللي بتقعد تقول ده حضاره ميته ولا حضاره مش عارف ايه، والكلام اللي هو جديد علينا او الكلام اللي احنا استوردناه، اللي يقعد بقى يقلل من الحضاره. هم بيقللوا منها عشان ايه؟ عشان ما عندهمش زيها، عشان مش عايزين احنا نقول لهم ان احنا الاصل. انتوا اخركم خدتوا مننا، قلدتونا بس كده، انتوا قلدتونا، لكن ما تجيش تقلل من حضارتي اللي هي عملتك، اللي هي عرفتك يعني ايه حياه. شكرا لحضراتكم، كل سنه وانتم طيبين، وسنه سعيده علينا جميعا يا رب.